أظن واضح جدًا من عنوان الفيديو إن أنا جاي أهزر. في الفيديو ده إحنا هنتكلم عن المحتوى بشكل عام. خلّينا نعرف الأول إيه المحتوى، ممكن يبقى عبارة عن إيه؟ إحنا بشكل أو بآخر في حياتنا اليومية بنتعرّض للمحتوى على طول. ممكن يكون المحتوى ده كتابي، زي مثلًا إنك تقرا مقال أو تقرا بوست مكتوب على الفيس. ممكن المحتوى ده يبقى محتوى سمعي، إنك تسمع الراديو أو إنك تسمع بودكاست، أو يبقى محتوى بصري عن طريق إنك تشوف أي نوع من أنواع الفيديوهات، فيلم بقى، بتشوف فيديو على اليوتيوب، على التيك توك. المهم إنك بتتعرّض للمحتوى ده شبه يوميًا، ده حتى لو أنت كده لمحت خبر سريع كده في التلفزيون اتعرّضت له. وخليك فاكر كويس الترتيب، لأن زمان عشان الناس تسلي وقتها كانت بتعمل حاجة من الاتنين، يا إما تقرا جرايد يا إما تسمع الراديو. محتوى الفيديو كان مش موجود، لأن مش كل الناس كان عندها تلفزيون. اسأل أهلك كده هتلاقيهم كانوا بيقولوا لك إحنا كنا بنتفرج على تلفزيون الجيران. أما بقى في سنة 2005 ظهر لنا اختراع جميل جدًا اسمه اليوتيوب، وبدأ طبعًا ينتشر في 2006 لما شركة جوجل خدت المنصة. ولما يوتيوب ظهر في 2005 الموضوع اتغير خالص. أنا بقى بصراحة جاي النهارده أتكلم عن محتوى الفيديو. خليني أقول لك إن من الحاجات اللي أنا بابقى شايفها غريبة فيّا شوية إن أنا بافضّل اليوتيوب عن التيك توك، مع إن يعني أنا جين زي على فكرة، فالمفروض إن أنا أكون باحب التيك توك زي الباقي، محتوى سريع جدًا ويخلّيني أقدر أتفرّج على عدد كبير من الفيديوهات في وقت قصير جدًا. بس أنا شايف إن التيك توك ده مش عملي، أنا على طول بابقى داخل مثلًا أتفرّج على حاجات معيّنة، فاليوتيوب بيوفّر لي المساحة دي، لإن أنا باقدر أبحث عن المحتوى اللي أنا عايزه بالضبط، والاقي ناس كتير عاملة فيديوهات عن الحاجة اللي أنا عايزها. ممكن يكون يعني ده بيضيّع وقت كبير جدًا، لكن في التيك توك الواحد بيحس إن هو بيتسحل. أنت على اليوتيوب داخل تعمل حاجة معيّنة، على التيك توك أنت ممكن تكون ناسي أنت كنت داخل ليه أصلًا، بتلاقي نفسك عمّال تفِر في فيديو ورا التاني وأنت أصلًا مش عارف إيه اللي أنت بتشوفه ده، بس وقعت في المصيدة. أنا بقى ما عنديش أي مانع في نوعية الفيديوهات، بس بصراحة في فيديوهات بتستفزني جدًا على التيك توك. طبعًا كُلّه فِهِم دلوقتي إن أنا بافضّل يوتيوب عن تيك توك، وقُلت ليه. أول فيديو شُفته على اليوتيوب كان فيديو مهارات كريستيانو 2008. عايز بعد إذنكم كل واحد فيكم يكتب في التعليقات إيه أول فيديو شافه على اليوتيوب، لأن أنا لو قُلت لك نفس السؤال على التيك توك استحالة تفتكر. أولًا تيك توك أصلًا كان في الأول ليه اسم تاني Musical.ly، الكلام ده كان في 2017 تقريبًا، أو هو بقى اسمه تيك توك في 2017 مش فاكر يعني. استحالة تنسى أول فيديو شُفته على اليوتيوب، بس استحالة تفتكر أول فيديو شُفته على التيك توك. وخلّيني برضه أكمّل في اليوتيوب أنا ليه باحبه. أنا باحب اليوتيوب عشان هو بيدّي مساحة أكبر للتعبير عن النفس، باحسّه محتوى إنتاجي مش استهلاكي. أنت مهمًا كان كمشاهد بتستفيد من على اليوتيوب أكتر من التيك توك، ولكن دلوقتي أي صانع محتوى بيلاقي نفسه غصبٍ عنه لازم ينزّل فيديوهاته على التيك توك، لإن الناس متواجدة على التيك توك بشكل أكبر. خلّينا كده نبُص بصّة سريعة على نوعية صُناع المحتوى. أنت ممكن تلاقي محتوى تعليمي، واحد طالع يشرح حاجة هو فاهمها بس، زي اللي أنا باحاول أعمله دلوقتي. ممكن تلاقي محتوى ترفيهي، ده بيبقى واحد دمه خفيف وبيعمل فيديوهات هزار وسكيتشات وفيديوهات تمثيلية، وده برضه ما انكرش إن أنا حاولت أعمله كذا مرّة بس ما نجحتش بصراحة، طلع دمي ساقع. أي حد بيعمل محتوى على يوتيوب بيعتمد على حاجة من الاتنين، يا إما إن هو الهيرو أو نوعية الفيديوهات اللي بيقدمها هي الهيرو. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني في واحد لو طلع على فيديو قطّع بطيخة هو كده عمل فيديو جامد، لأن الناس كلها بتحبه، الناس كلها داخلة على الفيديو عشان فلان بيقطّع بطيخة، مفيش حد داخل عشان يشوف البطيخة وهي بتتقطّع، وكل الناس بقى تسقّف له. ده مش بني ادم، انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، وربنا ما هسيبك، وربنا ما هسيبك، حسبي الله ونعم الوكيل. المقصود إن كده في ناس مشهورة مش محتاجة أصلًا تعمل محتوى، هي نفسها المحتوى، وفي ناس بتعتمد في المحتوى بتاعها على خفة الدم. أنا بصراحة أفتكر ساعة الافتتاح بتاع المتحف المصري في واحد عمل فيديو على التيك توك موّتني من الضحك. حرفيًا هو عمل الفيديو كده، يعني إفيه بسيط أوي. رمسيس يا اسطى. بجد أنا مُتّ من الضحك يا جدعان. الفيديو ممكن يبان أهبل بس بجد ضحّكني أوي. أنا عامةً شايف إن حاجة حلوة جدًا إن الواحد يعمل محتوى أو إن هو يعبّر عن نَفْسه، وده اللي أنا باحاول أعمله. أنا باحاول أعبّر عن نَفْسي، وشايف بجد إنها حاجة مهمة إن كل واحد عارف حاجة يفيد الباقي بيها، بس كل واحد بيعبّر عن ده بطريقته. في ناس مثلًا السهل بالنسبة لها إنها تعمل فيديوهات تيك توك، فيديوهات صغيرة جدًا تقول فيها معلومة، أو حتى تنزّل صورتها مش صورتها يعني تنزّل صورة وعليها معلومات caption، يعني معلومات مكتوبة. سيبكم بقى من كل الكلام ده، أنا في يعني فيديوهات باشوفها على التيك توك بتستفزني أوي، 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 اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى محطوط sound وفي 2 بيكلموا بعض، هو بيبقى نفس الشخص عامةً. بيعملوا إزاي بقى؟ في إيه يا ابني؟ في إيه يا ابني؟ إيه؟
ايه معناه ايه يعني؟ يعني من الاخر هو عايزك تبحث عن الحاجه اللي هو كاتبها، بس اللي هو تاثير مانديلا. انا استفدت ايه؟ طيب بجد الفيديو بيبقى مستفز قوي يا جدعان، يعني انا بحس ان انا ضيعت ثانيتين من وقتي حرفيا. انا بشوف الفيديو زي ما انت شفته كده ممل جدا. وفي النهايه حابب اشارك معاكم تجربتي بما اني بعتبر نفسي صانع محتوى وكده. يعني اوعى تبطل تمشي ورا حلمك. اي حد يعرفني من زمان يعرف ان انا بقالي بتاع 5 سنين بعمل فيديوهات وبجرب وشوف دي تنفع دي ما تنفعش. واللي يشوف فيديوهاتي القديمه يلاقي ان انا اصلا كنت بعمل محتوى لبس، دلوقتي بعمل محتوى مختلف. في النص كده عملت محتوى ومسحته. ده ليه؟ لان انا عمري ما هبطل امشي ورا حلمي. انا شغفي الفيديوهات. انا اصلا واحد بيضيع وقته في ان هو يقعد يتفرج على فيديو واثنين وثلاثه، وان هو يسمع معلومات، وان هو يشوف فيديوهات كده معمول لها مونتاج بشكل معين. دي حاجه انا شغوف بيها. لذلك انا شايف ان اصلا دراستي ليها علاقه بالكلام ده، يعني دراستي مرتبطه اكتر بالفن. لذلك انت برضو لازم تكون ذكي في تحديد اهدافك. يعني انا مثلا شايف ان انا بحب الفيديوهات او بحب المحتوى، ربطت ده فورا بمجال دراستي عشان ما اقتلش هويتي. ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده؟ وخليني اقول لك كلمه السر هي الاستمراريه. وكده كده انا مش خسران حاجه. انا لما فكرت فيها كويس لقيت ان انا لما اعمل المحتوى عن مجال دراستي واللي هيبقى ان شاء الله مجال شغلي، انا كده كسبان 100%. حتى لو محدش اتفرج على الفيديوهات اصلا، انت بتعمل لنفسك سي في على قناه يوتيوب. انت عايز ايه تاني؟ ملخص الفيديو او الرساله اللي حابب اقولها للناس من ورا الفيديو ده، ايا كان مجالك ايه فانت بتحب تعمل حاجه جنبه، حاول تربطها بمجالك. وفي النهايه انا حابب اعتذر، ممكن يكون الفيديو ما طلعش بالجوده اللي انا عايزها لان ده فيديو ارتجالي. حابب ان انا اشارك وجهه نظري عن محتوى الفيديو او المحتوى البصري وبس. كده خلص فيديو النهارده. يا رب ما اكونش ضيعت وقتك وتكون انت كنت عايز حاجه معينه ولقيتها في الفيديو ده، واكون قدرت اشجعك حتى لو ب1%. وفي النهايه ما تنساش لو انت حابب المحتوى المعماري والمحتوى البصري بشكل عام، ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، عشان عارف ان هو ممكن ما يعجبش حد، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وبس كده، شكرا جدا، سلام.